هتسالني ايه شركه فيجوري وايه يا اسامه اللي انت هتديهولنا النهارده في الفيديو بتاعك؟ موديل من موديلاتها الشبابي ونازل لفئه الناس اللي بتدور على حاجه السبور وتنفع تشتغل بيها، الفي ار ال 200 اف. وركز تحت كلمه اف عشان هنلاقي عندنا الموديل ده نازل منه 2 فيرجن. اول حاجه اللي هو العادي، وتاني واحد اللي هو الاف اللي هو مساعدينه مقلوبه. كمل الفيديو لغايه الاخر وما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان دايما نفضل مكملين مع بعض. يلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. النهارده بقى هنتكلم على الموتوسيكل اللي الناس كتير كانت بتسال عليه، فيجوري، ومش الفيجوري، الفي ار ال 300. النهارده هنتكلم على فئه ال 200 سي سي، الفي ار 200 اف اللي هو السبور قدامنا. مبدئيا كده نسال الاول سؤال ونقول ايه شركه فيجوري؟ هي شركه صينيه تبع الوكيل بتاعها ابو حوا. ابو حوا بينزل موديلات كتيره في السوق، وعنده الفرايتي دلوقتي ان انت لو مش عايز تقدر تشتري براند ممكن يكون سعره بالنسبه لك عالي، لان احنا عارفين ان في اسعار اتغيرت كتير. فاصبح ان الفكر بتاع البديل ان انا لازم اوجد حاجه بديله شبيهه للناس اللي كانت بتركبها بسعر اقل شويه. يعني على المثال لو احنا بنتكلم على فئه ال 150 سي او ال 200 سي سي، النهارده هنلاقي ان ستارت الفي ال ام سعره 40000 جنيه، التي ان تي كربراتير ب 43000 جنيه. لما انا النهارده اجي المنتج عندي يرفع وفي نفس الوقت انا عايز ادي للشباب او الناس تركب حاجه شبيهه ليها وفي نفس الوقت الجوده بتاعتها كويسه، فانا هقدر ان انا اعمل بديل ليها. فهو ده الفكر اللي كان ابو حوا بيفكر فيه. فادانا الموتوسيكل اللي قدامنا ده. مبدئيا هو الموتوسيكل ده انا شفت منه بالظبط تبع لشركه هوندا، بس هو طبعا مش هوندا، هو نازل اسمه فيجوري، والموديل ده اسمه الفي ار. شكله رياضي جدا من اول الوش بتاعه زي ما انتم شايفين كده. تعالى عمرو من قدام، هنلاقي عندنا هنا ان هو اول تكه عامل لك الوش شكله لذيذ، وفي نفس الوقت فيه ال اي دي من الجنبين. وكمان الحاجه المميزه ان هنلاقي عندنا العداد بتاعه ديجيتال. اي نعم في حته ما عجبتنيش كده فيه، حته الالوان دي. شايفين الحته دي؟ اوبا زيطه زنبليطه، ده فرح العمده خالص يا عموره. المهم ان هو لو كان ثبت اللون بتاعه لون واحد بس، ايا كان اللون ايه، ازرق احمر فسفوري، كان احسن بكتير من الايه الروشنات دي. الموتوسيكل ده احنا مش هينفع نقول ان هو نازل بديل لكذا، ولكن احنا هنقول ان هو منتج اضافي في السوق المصري باوبشنز كويسه. النهارده بشوف حاجه من وجهه نظري ان كل حاجه ليها قيمه مقابل سعر. يعني انا النهارده هقدر ادفع كام واخد قدامه ايه. طب تتوقعوا بقى السعر اللي انا بقول عليه ده كله كام؟ تحبوا تقولوا دلوقتي يا عمرو ولا لا؟ نقول دلوقتي سعر الموتوسيكل ده في رفع الفيديو سعره 35.5، وده يعتبر من ارخص الموتوسيكلات الموجوده 200 سي سي، وفي نفس الوقت الموتوسيكل شكله شيك وفيه اوبشنز. تعال بقى اكلمك على الاوبشنز بتاعته. بدايه كده من الاول، الجنط اللي قدام جنط 17، ودي حاجه كويسه جدا ان الجنط زي ما انتم شايفين حجمه كويس جدا. كاوتشه 110 70 جنط 17. المساعدين اللي قدام مقلوبه، ودي حاجه كويسه جدا، واحنا عارفين ان فكره المساعد المقلوب ده بيدي تقل للموتوسيكل، وفي نفس الوقت الفرامل بتاعته بتبقى كويسه جدا، وفي نفس الوقت في الصدمات لا قدر الله بيشيل جزء كبير جدا غير المساعد العادي. قدام هنلاقي عندنا طنبوره بماستر فرامل، يعني قدام فرامل على باك. هنيجي هنا للجزء بتاع الجادون، هنشوف الجادون بشكل مختلف شويه، ولا هو جادون مسطره ولا هو جادون الريس. هتلاقي الجادون مقسوم لحتتين. بص يا عمرو، يمكن الناس كتير مش شافتش الفكره دي، ان هو الجادون منقسم، ده دراع وده دراع. ايه ميزه الدراعات دي يا عمرو لما تكون عاليه كده؟ مبدئيا هي بتبقى في مستوى، خلينا نقعد على الموتوسيكل يا عمرو، دي بتبقى في مستوى الايد، انا قاعد كده، والجادون زي ما انتم شايفين بصوا المساعد فين، وهو طالع بالحته دي الاكستنشن دي لغايه ما يجيبه في مستوى الايد، بحيث ان انا ابقى قاعد وسايق ومرتاح. دي حته من الهاندلنج، يعني ان انا ابقى قاعد راجل وراكب الموتوسيكل بتاعي مش متقدر ولا مكفي قدام، ولا الجادون المسطره عامل كده في وشي، لا بل بالعكس. دي يعتبر من احسن الموتوسيكلات اللي بتنزل ان الجادون بتاعها بيبقى كده. انا مش عارف الاسم بالظبط بتاعه والديفينيشنز ايه. هنيجي هنا هنلاقي ان الموتوسيكل طالع له جناحات يمين وشمال ومنظر فتحات للتهويه. هل بقى هي دي فتحات ولا مش فتحات؟ الله اعلم. هو في خروم هنا بس انا ما اعرفش عشان ما سوقتش الموتوسيكل على طريق واقدر اقول لكم ان هو بيعدي الفتحات ولا لا، بس هم عاملينه شكل عشان يكبر حجم الموتوسيكل. بس في حاجه لذيذه قوي، هنلاقي هنا عندنا
ان التانك فكرته مختلفه شويه، ودي فكره صايعه، ان هم مقسمين التانك 3 حتت، ادي جنب هنا وفي النص جنب وفي الجنب ايه الشمال جنب تاني. والفكره دي انا كنت اتكلمت عليها قبل كده، ان دايما ما يبقاش البارت حته واحده، لا ده انا مثلا انكسر مني حته عمرو مش هغير جنب جامد، لا انا هغير بس الجنب لوحده من غير ما اغير التانك. طبعا التانك من تحت هتلاقيه حديد، ولكن دي بتبقى كفرات من البلاستيك عشان تدي شكل افخم للموتوسيكل. السعه التخزينيه بتاعه التانك هنا 15 لتر، وفي زياده شويه ممكن يوصل ل 16 لتر، ودي حاجه كويسه بالنسبه ان هو 200 سي سي. استهلاكه للبنزين يعني هنقول مثلا لو هنحسبها باللتر، اللتر بنزين يمشيك 35 كيلو، ودي حاجه كويسه ان احنا بنتكلم في 200 سي سي مش 150 سي سي. طبعا الموتور على كاتينا، وهنيجي نزود هنلاقي هنا ان هو مزود بالمنافله، دي حاجه كويسه جدا عشان لا قدر الله لو البطاريه نامت منك او اي حاجه تعرف ان انت تدوره بالمنافله. هنا الستايل بتاع الدواسات شكله شيك كده شبه الريسات، الدواسه مش لايقه مع الموضوع، تحس ان هم مدخلين موتوسيكل صيني في الموضوع، لا الدواسه المفروض كانت تتغير شويه بتاعه الفرامل. كمان الجاكمان مش عاجبني جدا، والحته الستانلس دي كان الشكل الافضل يبقى ينزل من تحت كده. دام انت بقى خليت الموضوع سبور وعملت موتوسيكل اعمله بشكل كويس. الدواسه الخلفيه شكلها حلو جدا سبور. ومن اكتر الحاجات بقى اللي عجباني في الموتوسيكل ده عمرو، تسالني ايه اقول لك؟ الكرسي والقعده بتاعه السواق والقعده الخلفيه. بص ضحي بص يا عمرو، القعده بتاعت السواق كرسي كويس جدا ومريح، والقعده الخلفيه كمان الكرسي ما شاء الله حجمه حلو. انت ضمنت ان انت راكب موتوسيكل سبور. طبعا في مستويين، عشان الكرسي ده دايما بنقول عليه السبور والشلته العاديه، لا هنا الموتوسيكل سبور بس مديك حق الكرسي نفسه متفصل، ان جزء عالي وجزء واطي وشلته واحده. دي من الحاجات الكويسه برضو اللي هتبقى باسطه الناس ان انا راكب موتوسيكل ظهره وقعدته للي راكب ورايا مش متضايق. للفانوس الخلفي هم عاملينه بشكل كده لذيذ، بص المنظر عامل ازاي مع الاشارات الليد، برضو نجربها لكم. يعني انت بتديك شويه دلع وشويه اوبشن بالنسبه للموتوسيكل. كمان عامل لك طربابه خلفيه نازله على الجنط الخلفي. هنيجي هنا الجنط الخلفي هنلاقي ان الفرده اللي ورا مقاسها 140 70 جنط 17، ودي فرده يعتبر عريضه بالنسبه للفئات ال 200 سي سي. ماستر طبعا فرامل خلفي، يبقى هنا الموتوسيكل عندنا على ماستر امامي وماستر خلفي، ودي من الحاجات الكويسه جدا. ايه المميز بالنسبه للموتوسيكل ده؟ ايه الفكره ان انا اشتري موتوسيكل يا اسامه اول مره ينزل السوق، ملوش فيدباكس، ملوش الناس جربته بره الكلام ده كله؟ احنا زي ما احنا قلنا ان احنا بنشتري منتج صيني، محدش يضحك عليك ويقول لك انت بتشتري منتج ياباني منتج ايطالي. في الاول وفي الاخر بوريك كل ما جديد بينزل في السوق المصري، انت بقى از يو لايك تشتري ما تشتريش، دي حاجه بتاعتك وترجع ليك ان انت تقدر تختار هل ان انا اقدر اشتري واجرب ولا ما اشتريش واستنى الناس هي اللي تجرب الاول. ولكن انا بالاخر يعني بوصف لكم اللي موجود في السوق المصري كله. ولكن كموتوسيكل كقيمه قدام سعر، موتوسيكل كويس جدا. موتوسيكل 200 سي سي بيطلع، عشان برضو مش عايز اقول الرقم ويطلع غلط، بس اعتقد بيطلع 16 هورس باور. مش هنقول ان هو بطيء، لا هو كويس جدا على فكره ال 200 سي سي. طبعا من الاسئله اللي الناس هتسالها، التوب سبيد يا اسامه بتاع الموتوسيكل ده كام؟ التوب سبيد بتاعته انا سالت ناس جابوا بيه 115، والموتوسيكل الوزن بتاعه على الطريق 140، يعني الوزن بتاعه اصلا 140، فدي حاجه كويسه جدا. الناس بقى كانت بتسال هل هو استهلاكه كويس في البنزين ولا لا؟ زي ما انا قلت في الاول، هو اللتر بيمشيك 35 كيلو وعلى حسب برضه حرقك. في ناس كانت بتسال هل ينفع ان انا اقدر اسافر بالموتوسيكل ده ولا لا؟ بص، حته ان انت تسافر بالموتوسيكل، طبعا التبريد زي ما انتم شايفين تبريد هواء، دي حاجه انا ما كنتش افضلها، ان انت تقدر تقطع مسافه بالموتوسيكل وهو التبريد بتاعه هواء. هيبوظ ولا مش هيبوظ؟ هو مش هيبوظ، بس انت بتحمل على الموتوسيكل قدره اكتر من هو فيها. لكن الموتوسيكل ده جوه البلد هيبقى كويس جدا، لان القعده بتاعته كويسه زي ما قلنا في الجدون، القعده بتاعت الكرسي كويسه جدا، شكله سبور. فانا النهارده ممكن ابدله بموتوسيكل تاني لو هو ناقص من السوق. وبرده لو فاكرين ان هي كانت عيله الفيجوري بتبدا من اول، فاكرين السكوتر ده اكس ماكس فيجوري، والفي ار ال 300 لو فاكرينها برده، وكمان الفي ار ال 200 الاف والعاديه. فهنا عيله الفيجورات بتكتر. وطبعا عندنا برضو التريل اللي ورا، بس عمرو مش هيعرف يجيبه في الفيديو. ولكن ان هو دلوقتي بقى في قسم جديد اللي هو تبع شركه ابو حوا اسمه فيجوري، ده بينزل منتجات كتيره. حتى لو تفتكروا ان في برضو موتوسيكل اللي هو الداي 6 نازل منه الفيجوري، فاصبح ان الفيجوري دي انت ممكن النهارده يبقى موتوسيكل قدامك كشركه بنيلي وتلاقيه فيجوري كنفس التصميم وكل حاجه، بس مش تبع الشركه بتاعه بنيلي او تبع ايا كان الشركات التانيه. برضو من الحاجات اللذيذه عمرو ان هتلاقي هنا في سناده نص. كانت ناس كتير قوي بتحب الموضوع ده، ان هي دايما ما بتحبش توقف الموتوسيكل على الحماله الجانبيه. بص تعالى انزلك كده ثانيه واحده، هوبا ادي كده يا عم، وقف على الحماله الجانبيه شبه الموتوسيكلات الريس. ولكن في ناس كانت بتحب فكره جدا ان هم يوقفوا الموتوسيكل على الحماله اللي في النص. عايزك بقى تديني انطباع كده عن شركه فيجوري، وانت شايف ان هي اللي جايه في المستقبل ولا لا؟ واخيرا بقى الدعم بتاعنا، اللايك والسبسكرايب، عشان دايما نفضل مكملين مع بعض.